أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا ولقائنا الأسبوعي متجدد وأمم أمثالكم، رحلة جديدة بنخوضها في المملكة الحيوانية، نتعرف على واحد من أعضاء هذه المملكة، شديدة الخصوصية. النهاردة إن شاء الله هيكون عندنا واحد من الفقرات اللي هنشوف فيها فقرات جديدة وهنشوف فيها معلومات مثيرة ربما نسمعها معكم لأول مرة، ولكن اسمحوا لنا الآن نتوقف مع فقرتنا التسجيلية. هل سمعت من قبل عن ذلك النقر الإيقاعي بالأشجار؟ إنه صوت نقار الخشب الحرفي الماهر داخل الغابة. بمنقاره القوي وألوانه الزاهية ينقر الخشب بحثاً عن الحشرات. عيشه تحفة فنية يحفرها في جذوع الأشجار. رأس نقار الخشب هي واحدة من أروع الآلات في عالم الطيور، فهي مصممة بشكل مثالي لتحمل القوى الهائلة التي يتعرض لها الطائر أثناء النقر المتكرر على الأشجار الصلبة. بنية الجمجمة تمتص الصدمات وتوزع القوة، والسائل النخاعي يحمي الدماغ، وزاوية الضربة تقلل من قوة التأثير. نقار الخشب أكثر من مجرد طائر، فهو جزء مهم من نظامنا البيئي لنحافظ على بيئته حتى يستمر بإبهارنا بمهارته الفريدة. أهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وده ميعادنا مع فقرتنا الرئيسية النهاردة، وأعتقد يمكن الفقرة دي ستكون يعني جاذبة جدا لكثير مننا، أولا عشان نسمع المعلومات عن الحيوان الذي تخيرناه لهذه الحلقة، لكن يمكن تحديدا الناس اللي بنجيلنا الصغيرين زينا كده، اللي كنا بنتابع دائما واحنا صغيرين كرتون شهير جدا وكنا كلنا بنحبه جدا، وهو كرتون نقار الخشب. أعتقد إن إحنا كلنا كان عندنا هذا الارتباط. هذا الحيوان موجود في البيئة، هذا الطائر تحديدا موجود في البيئة وله خصوصيات شديدة وله دور مهم جدا في البيئة. نتعرف على نقار الخشب بشكل أكثر تفصيلا مع ضيفنا في هذا اللقاء، الأستاذ الدكتور أحمد محمد صلاح، الأستاذ المساعد للحياة البرية وحدائق الحيوان بكلية الطب البيطري جامعة قناة السويس. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك فندم. أهلا بيك. يعني تحديدا لما عرفت ان النهارده حلقتنا هنتكلم فيها عن نقار الخشب، اول حاجه جت لذهني فورا هو هذا الكرتون اللي كان مفضل لينا واحنا يعني صغار، ويمكن كان كل معلوماتنا عن ان احنا كنا بنحاول ان احنا نتابعه علشان عايزينه طبعا يعني يهزم مجموعه الاعداء اللي بتواجهه في هذه الاعمال. ولكن التفكير الاول والاساسي والرئيسي اللي هيخطر لبال اي حد، هذا الطائر دوره الاساسي والرئيسي انه ينقر الاشجار. طب ده طائر مفيد ولا طائر غير مفيد؟ طائر نقار الخشب هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى في الأرض، يعني إعجاز حقيقي موجود في طائر نقار الخشب. وكل مخلوق ربنا خلقه هو مخلوق مفيد، ليه دور البيئي المهم جدا اللي بيلعبه، فهو بيلعب دور مهم جدا في البيئة. طائر نقار الخشب، طائر نقار الخشب في منه أنواع كتير جدا، منتشر، موجود في أستراليا وموجود في أفريقيا وموجود في آسيا. الطائر بيعيش أصلا في الغابات والغابات الكثيفة. ليه سموه نقار الخشب؟ لأنه دائم التنقير على الخشب. وخليني أصدم كده الجمهور بشوية أرقام قبل ما بنقول هو ليه بينقر على الخشب. طائر نقار الخشب بينقر حوالي 20 نقرة في الثانية الواحدة، بمعدل 12,000 نقرة في اليوم الواحد. 20 نقرة في الثانية؟ في الثانية الواحدة بمعدل 12,000 نقرة في اليوم الواحد، بسرعة من 13 ل 15 ميل في الساعة، بمعدل قوة النقرة بمعدل 1000 مرة قوة الجاذبية الأرضية.
فهو نقرة قوية جدا جدا. طيب هو اصلا ليه طائر نقار الخشب بينقر على الخشب؟ حياة طائر نقار الخشب كلها بتمحور حول التنقير على جذع الاشجار. طائر نقار الخشب لما بيحب ياكل يدور على الاكل لازم ينقر على الخشب. هو بيتغذى على ايه؟ بيتغذى على الحشرات اللي ممكن تكون موجودة تحت اللحاء بتاع الشجرة. فهو لما بينقر على الخشب على جذع الشجرة، فهو بياخد الحشرات اللي موجودة تحت اللحاء ده، فبالتالي هو بيساعد الشجرة انها تتخلص من الآفات اللي موجودة فيها. هو بياكل الآفة ديت فبيطيل من عمر الشجرة، وده تطبيق مهم جدا بيلعبه. بيطيل من عمر الشجرة، بيطيل من عمر مش الشجرة، بيؤذي الشجر، بالعكس. مش بينقر الخشب فالشجرة تبوظ أو يحصل غواء من الخشب ففي الآخر تنتهي هذه الشجرة. بالعكس، ده احنا بدل ما بنستخدم مبيدات عشان نطلع الديدان والحشرات اللي موجودة في لحاء هذه الشجرة، ده هو كده بكل بساطة هو عمال ياكلها وبيخلص الشجرة منها. بعض أنواع من طائر نقار الخشب بتتغذى على البذور، وهو كمان بيفكر المستقبل، فأحيانا بيخزن البذور، وبدل ما يخزنها على الأرض لا، ده هو بيحفر لها حفرة في الشجرة ويلزق فيها البذرة بتخش مضغوطة جوه لحاء الشجر، فهو كمان بيخزن بذوره في لحاء الشجر نفسه. طيب طائر نقار الخشب عشان يفرض سيطرته في المكان فهو لازم ينقر على الخشب. يعني هو اخد منطقة نفوذ، منطقة للنفوذ، وشايف اي طائر غريب زيه، طائر نقار خشب غريب جاي عايز يخش المنطقة دي عشان يتزاوج فيها وعلشان ياكل فيها، فلازم يحذره. فرسالة التحذير هو بصوت تنقيره على الخشب ان المكان ده موجود فيه واحد هنا وبيقوم بدوره، فلو سمحت ابعد عن المكان ده. لو التاني مستمر عايز يخش يبقى هيحصل عراق ما بينهم. يبقى هو بينقر على الخشب بحثا عن الغذاء، بينقر على الخشب لفرض السيطرة وحماية منطقة النفوذ. طائر نقار الخشب عشان يتزاوج فهو لازم يجذب الأنثى، وطريقة جذبه للأنثى هو مدى تنقيره على الخشب. الطائر الذي ينقر على الخشب بقوة ويعمل نغمات وهو بينقر على الخشب ويكون سريع في تنقير الخشب هيكون ليه الأفضلية في التزاوج. فالأنثى بتسمع هذا الطائر وتسمع الطائر الآخر مين بينقر فيهم أحسن، واللي ينقر أحسن هي اللي هتختاره الزوجة. يبقى عشان يتزاوج لازم ينقر على الخشب. طائر نقار الخشب علشان يعمل العش بتاعه عبارة عن تجويف جوه الشجرة عشان يكون مؤمن بداخل هذه الشجرة. مفيش حد ممكن يتصور ان الشجرة الحية دي جواها حياة تانية جوه عش واطفال صغيرين، فعشان يبني عشه لازم يعمل حفرة جوه الشجرة ويحط فيها العش بتاعه. عشان أعيش وأعمل عش هنقر على الخشب، وعشان ابحث عن الغذاء لازم انقر على الخشب عشان اخد الحشرات او اليرقات اللي من تحت لحاء الخشب. بالظبط كده. فالحياه كلها مرتبطه بالنقر على الخشب بالسرعات اللي حضرتك يعني ادهشتنا بيها. والسؤال اللي بيطرح نفسه ازاي هو قادر يقاوم هذه الصدمات؟ 12,000 نقرة في اليوم الواحد. طائر بحجمه الصغير براسه الصغيره بالمخ اللي طبعا هيكون اساسا حجمه صغير مع كم الصدمات اللي بتحصل دي، الحقيقه يعني سؤال مثير للانتباه. طائر نقار الخشب عنده مجموعه من الامكانيات اللي بتخليه ما يقدرش يحس باي وجع في دماغه او يحصل ارتجاج حكه في المخ. يعني اي حد طبيعي لما هيقعد يضرب دماغه في الحيطه يبقى اكيد طبعا ممكن خبطه واحده خبطه واحده ممكن يفقد بها الوعي، ولو على اقل تقدير ممكن يفقد الذاكره، ممكن يفقد حاسه البصر. فازاي قادر يحمي نفسه من كم هذا التنقير الهائل على الخشب؟ مجموعه الامكانيات اللي عنده، هو في 6 حاجات عنده في جسمه. عنده في تركيب الجسم فيه حاجه، عنده في المنقار، عنده في الجمجمه، عنده في المخ، عنده في العين، وعنده في تركيب اللسان. طائر نقار الخشب عنده في القدم بتاعته عنده مخلبين لقدام ومخلبين زيهم ورا عاملين زي الكماشة، لأن هو بيقف على الشجرة بشكل عمودي فلازم يبقى ماسك فيها كويس جدا. وعلشان النقرة دي تبقى قوية جدا فلازم الحركة تبدأ من ثابت. لو أنا بجري وبضرب بإيدي هتبقى أضعف كتير جدا من أنا واقف ثابت وبضرب بإيدي. فهو لازم يكون ثابت كويس جدا عشان يبدأ يضرب جامد جدا بدماغه أو بمنقاره. فده المخلبين الجامدين دولت هم اللي هيخليه ياخد القوة من الثبات ده. طيب عضلات الرقبة وعضلات الكتف هي عضلات قوية جدا جدا عشان
تقدر تدي قوة الدفع الكبيرة اللي بتعادل 1000 مرة قوة الجاذبية الأرضية ويضرب جامد. بس حاجة تانية مهمة، أنا لو ضربت بإيدي جامد جدا في الحيطة فمعنى كده إن رد القوة دي هيرجع ليا تاني في إيدي، فهحس بألم شديد جدا جدا جدا. لما أضرب بالراحة هحس بألم خفيف، لما أضرب جامد كل ما تزيد القوة الألم هيكون أشد وأشد. فهو لما بيضرب جامد الألم هيكون شديد جدا جدا. بس اللي بيحصل إن العضلات قوية جدا فبتمتص هذه الصدمة. حاجة تانية، الصدمة كل ما بتقوى كل ما القوة هتبقى أكبر وأكبر، وده هو ده قانون نيوتن الثالث في الحركة، كل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه. يعني كل القوة اللي هيضربها هترجع له تاني. فالموجة بتاعت قوة الضربة دي هتبدأ تتحرك من المنقار لعضلات الكتف والرقبة للجسم كله للديل الطويل بتاعه اللي ساند بيها على الشجرة. فالقوة هتتحرك من المنقار للعضلات بتاعة الرقبة للكتف للجسم للديل اللي ساكن على الشجرة اللي ضاغط بيه جامد على الشجرة. فالقوة كلها هتطلع من الديل لجسم الشجرة تاني. وده قانون فيزيائي اسمه السيركولار ديسبيرجن اوف انرجي، يعني التشتت الدائري للطاقة. طيب هنستكمل هذه التفاصيل يعني المثيرة جدا بالنسبة لنا أعزائي المشاهدين، ولكن أولا نتوقف مع فقرة هل تعلم ونعود ونستكمل حوارنا مع الأستاذ الدكتور أحمد محمد صلاح. هل تعلم؟ جمجمة قوية لحماية الدماغ من الصدمات، منقار قوي ومتين لحفر الخشب، عضلات رقبة قوية لتوجيه الرأس بدقة، لسان طويل ولزج للإمساك بالحشرات، أرجل قوية ومخالب حادة للتسلق على الأشجار، ريش ذنب قوي لدعمه أثناء الحفر، سرعة النقر تصل إلى 20 مرة في الثانية الواحدة، الأصوات الناجمة عن النقر يستخدمها للتواصل وتحديد الأراضي. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين وبنستكمل حوارنا مع الأستاذ الدكتور أحمد محمد صلاح وبنتعرف على طائر نقار الخشب. قبل ما نخرج الفاصل كنا بنتكلم على التكوين بالنسبة للرأس نقار الخشب عشان يقدر يتحمل هذا الكم من الصدمات بهذه الألافات من المرات اللي بينقر فيها الخشب. اتكلمنا عن الجمجمة، دلوقتي المخ بيتحمل كل هذه الصدمات ازاي؟ المخ بتاع طائر نقار الخشب هو مخ صغير نسبيا بالمقارنة بالمخ بتاع أي طائر تاني، وبالتالي المخ معبأ جيدا داخل الجمجمة، ومفيش سائل دماغي أو سائل العصبي اللي حوالين المخ بكمية كبيرة جدا. يعني معنى كده إن الحركة بتاعة المخ جوه الجمجمة هي حركة ضئيلة جدا جدا، ولما المخ في العادة بيتحرك داخل الجمجمة ده اللي بيكون سبب الارتجاج، فكده مش هيحصل ارتجاج في المخ. ولما يكون المخ صغير ومعبأ جيدا داخل الجمجمة فمعنى كده ان اي صدمة هتيجي من بره فالصدمة هتتوزع على المخ كله، مش هتتوزع على جزء صغير من المخ فيؤدي للتلف. الصدمة كلها هتتجمع على المخ كله مرة واحدة. انا عايز اقول ايه ببساطة كده، لو انت هتقع على صباعك فالصباع ده هيتكسر، بس لو وقعت على ايدك كلها فايدك ايه مش هتتكسر. الصدمة لو جت في حاجة في جزء صغير جدا او جزء من الكل فالجزء ده هيتلف، بس لو جه على الكل كله يبقى الجزء ده مش هيتلف. بالظبط كده، لان المخ صغير فالصدمه بتيجي عليه كله مره واحده، مش بتيجي على جزء معين فيتلف. طيب الحاجه الثانيه، طب ما هو نقار الخشب ده عمال ينقر واكيد في شظايا من الخشب هتبدا تطير فممكن تيجي في عينيه مثلا. بنلاقي ان طائر نقار الخشب عنده نضاره زي نضاره الناس اللي بتستخدم اللحام بالظبط. ازاي؟ عنده جفن اسمه الجفن الثالث، وده جفن شفاف يقدر يشوف من خلاله هو بيعمل ايه. الجفن الثالث ده بيقفل على العين كويس جدا عشان وهو بينقر على الخشب والشظايا دي تطلع ما تقدرش ما تضرش العين ما توصلش للقرنيه. وتاني حاجه ان اللي هو بينقر فممكن من خلال قوه التنقير دي عينيه تخرج من دماغه، من القوه قوي بتاعت التنقير ديت تلاقي العينيه طلعت من الجمجمه، فالجفن ده بيقفل على العين عشان يحافظ عليها في مكانها، وفي نفس الوقت بيمنع من تهتك الشبكيه بتاعت الطائر. فهو محزم العين كويس جدا عشان مع الصدمه ما تخرجش من مكانها وما تتحركش من مكانها فيؤدي لتهتك الشبكيه. حاجه تانية مهمه جدا،
الطائر لما بيجي ينقر بينقر بشكل خطي، يعني الطائر لازم وهو بينقر يكون اتجاه التنقير عمودي، يكون المنقار عمودي على الخشبة. ليه؟ لأن لو كان نقر بشكل مائل فالمنقار ده ممكن ينكسر يتكسر. بسهولة جدا. فهو بينقر 20 مرة في الثانية الواحدة، وكل مرة لازم ينزل المنقار بشكل عمودي، وعشان كده الحركة على نفس النقطة. على نفس النقطة، أو لو عايز يتحرك فوق أو تحت أو الجنب لازم يحرك برقبته. عشان كده عضلات الرقبة مهمة جدا، إن يطلع لفوق وينزل لتحت عشان ما يحصلش أي ميل لفوق. يعني ما ينفعش هو ينقر يقوم مايل لفوق، لأن لو ده حصل هينكسر المنقار. لو نقر لجنب هينكسر المنقار. فلازم دايما التنقير يكون بشكل عمودي، وده ميكانيزم مهم جدا جدا بتعمله عضلات الرقبه، ان كل ضربه في خلال ال20 ضربه اللي في الثانيه الواحده هينزل بشكل عمودي مش بشكل مائل على الشجره. هل الطائر نقار الخشب بيستهدف انواع معينه من الشجر تقدر يعني تكويناته الجسديه والجسمانيه وتكوينه المنقار اللي يقدر يتعامل مع اي انواع من الشجر، ولا بيستهدف انواع معينه ربما الخشب بتاعها يكون يعني اكثر سهوله ليه، اكثر ليونه ليه؟ هو سبحان الله ربنا خلقه بهيئه للمكان اللي هو عايش فيه. يعني الاشجار اللي هو عايش فيه هي دي الهيئه بتاعته. يعني ما ينفعش ناخد نقار الخشب ده ونقول له روح عيش في الغابه التانيه دي. ده هو بيقوم بدوره البيئي ده في المكان ده بالذات عشان يقدر يحافظ على الاشجار دي بالذات. كيف بقى يختار نقار الخشب يعني الشجر اللي بيقوم بنقره؟ هل جميع انواع الاشجار قابله ان هو يتعامل معاها، ولا بيتخير انواع معينه من الاشجار يكون مثلا الخشب بتاعها اكثر، مش عايزه اقول ليونه، ولكن مثلا مش بشده انواع اخرى؟ بيقرر يختار الشجره يعني بيتعامل معاها الى اي مرحله حتى ينتهي اللحاق الشجره بالكامل؟ يعني الميكانيزم اللي بيتعامل بيه نقار الخشب في اختيار انواع الشجر. هو طائر نقار الخشب ليه مهمه معينه مع الشجره. المهمه بتاعته ان هو البحث عن الغذاء. فالطائر بيبحث عن غذائه خلال الشجره. لو لقى الديدان او اليرقات اللي موجوده فمعنى كده ان الشجره دي محتاجه تطهير، وان هو ده غذاء وفير بالنسبه له. يعني احنا زي عايزين نقول ان الطائر هو بالظبط زي الطبيب اللي بيعالج، فيفضل مستمر على الشجره لغايه لما يخلص كل الافات اللي موجوده فيها، وساعتها تكون بدايه انه ينتقل لشجره جديده بحثا عن الغذاء. وكأنها علاقة منفعة ما بين الشجرة وما بين الطائر. الطائر بياخد احتياجاته من الغذاء من الشجرة، وفي نفس الوقت الشجرة بتنتفع انها تتخلص من كل الآفات اللي موجودة فيها، وياخد نيته ان هو بقى هيدور على شجرة جديدة، ومجرد ما انتهاء عمله في هذه الشجرة بيتخلص من كل الآفات اللي موجودة فيها. اختياره للأعشاش بيتغير على حسب ما هو انتهى من هذه الشجرة وينتقل لواحدة تانية، فبيغير العش؟ مش لازم العش يكون مربوط بمهمته على الشجرة. يعني ممكن يكون العش موجود في شجرة وهو بياكل من شجرة تانية خالص، وهو بيجمع ديدان أو حشرات لأطفاله من أماكن تانية مختلفة. فالعش مش مربوط بمكانه، لازم يعمل العش في المكان اللي بيتغذى عليه. هل نقار الخشب بيعيش في مجتمعات ولا أسر منفصلة؟ يعني إذا كان بيعتمد على وجوده على إنه يكون داخل شجرة وعيشه داخل شجرة وبيتعامل مع شجرة واحدة، فهل طبيعة نقار الخشب يعني اجتماعية ولا من لا، هو بيعيشوا في أفراد منفصلين عن بعض، ما بيعيشوش عيشة اجتماعية. لأن في الغالب الطيور اللي بتعيش على أعشاش، والأعشاش بتكون ظاهرة بره، هي اللي ممكن تعيش عيشة اجتماعية تكون بأعداد كبيرة، بس ده عش بيكون مختفي جوه الشجرة. فكل واحد بياخد شجرة واحدة بس، والشجرة هتشيل عش واحد بس. فهي الذكر اللي بيعمل العش ولا الأنثى؟ الاتنين بيتشاركوا مع بعض في حفر الحفرة ديت. الذكر بيقوم أكتر بمهمة تحضين البيض عن الأنثى، وإن الأنثى هي اللي بتبحث عن الغذاء أكتر من الذكر. الاتنين بيتشاركوا مع بعض، بس مين بيقوم بالدور الأكبر؟ هو بيقعد الولاد وهي اللي بتدور على الأكل. وهي اللي بتدور على الأكل أكتر يعني. هو اللي بيقوم هي اللي بتقوم بالنقر بشكل أكتر يعني عشان تبحث عن الغذاء. والتزاوج النقار الخشب يعني أكثر من مرة في السنة ولا مرة واحدة؟ عدد يعني البيض اللي ممكن يكون؟ هي مرة واحدة في السنة، وحوالي 4 بيضات برضو خلال الموسم. اسمحوا لي أعزائي المشاهدين نتوقف مع فقرة كائنات لطيفة ونعود ونستكمل حوارنا.
ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين ونستكمل حوارنا مع الاستاذ الدكتور احمد محمد صلاح وحوارنا عن نقار الخشب. ايه الفايده اللي بترجع على الانسان من طائر نقار الخشب؟ طائر نقار الخشب في حد ذاته هو زي ما قلنا بيطيل من اعمار الغابات. فالغابه بدل ما كانت هتبقى الشجره بدل ما تبقى عايشه 10 سنين هتعيش 20 سنه، لانه بيتخلص من الافات اللي بتضر بالشجره نفسها. بس مجرد التامل في طائر نقار الخشب فالانسان استفاد كتير جدا جدا. يعني دلوقتي في ابحاث بتتعمل، بناخد كل اللي احنا عرفناه من طائر نقار الخشب ده علشان نقدر نصنع عربيات وسيارات تبقى مقاومه للصدمات عشان تقلل من نسب الحوادث. يعني طائر نقار الخشب له فضل على صناعه السيارات في العالم. بالظبط بالظبط، ده دور اساسي لطائر نقار الخشب، والاستفاده اللي احنا طلعنا منها ازاي هو بيمقاوم للصدمات علشان نقدر نحمي الانسان اللي موجود جوه الطياره او جوه العربيه. بقينا بنصمم العربيات بشكل ما ان تبقى بعد حدوث الصدمه يبقى اقل ضرر يحصل على الانسان. زي ما قلنا ان طائر نقار الخشب بمنقاره السفلي اللي هو بيكون فيه جزء عظمي، والجزء اللي فوق اللي بيبقى فيه جزء قشر اكتر، وان الطاقه بتنتقل في الجزء السفلي اكتر. فده خلينا لما نيجي نصمم العربيه مثلا تبقى العربيه مدرعه من الجنبين ومن قدام، ويبقى يكون في فراغ موجود في النص عشان قوة الصدمة تبدأ تتحرك من قدام وتتحرك في الجنبين بتوع العربية، ويكون الإنسان سليم في منتصف هذه السيارة. حاجة زي الحزام اللي موجود بتاع اللسان اللي موجود من منبت او من منبت الانف على عكس الأنف كل الكائنات على عكس كل الكائنات دي ادتنا فكره الحزام بتاع الطياره العادي، او الحزام اللي احنا بنركبه اللي احنا بنلبسه في العربيه. الجمجمه اللي هي الاسفنجيه او الجمجمه اللي معموله من نسيج عظمي اسفنجي سميك ادتنا الفكره بتاعه الخوذه اللي بيركبها اللي بيسيقوا الموتوسيكل او بيسيقوا الدراجه انها تكون مقاومه للصدمات. وما زالت الابحاث مستمره لغايه دلوقتي على طائر نقار الخشب عشان نعرف ازاي بيقاوم الصدمات ديت ونقدر نستغلها في صناعه السيارات وصناعه المركبات اللي بيركبها الانسان عشان نقي من شر الحوادث. هل طائر نقار الخشب من الطيور اللي بيكون عندها فتره هجره؟ هو طائر مقيم برضو. هو معظم الطيور اللي بتعمل اعشاش والعش بيكون محفور جوه الشجره بيكون طائر اكتر منه مقيم عن انه طائر مهاجر. ولان الطائر مرتبط بالاشجار بالغابات الكبيره دي الغابات الطويله الغابات اللي لها جذع يكون قوي جدا فبتبقى مقيمه في الغابه ديت. وعشان كده بنقول ان الخطر بيكون كبير جدا جدا ان لو الغابه اللي عايش فيها هدرناها فمعنى كده ان الطائر ممكن يموت وما يقدرش. بالظبط كده. وبالتالي بيتحدد اماكن اقامه يعني طائر نقار الخشب في اماكن محدده، مش منتشر بشكل كبير جدا في كل بقاع الارض. بالظبط، هو موجود اكتر في استراليا وموجود في افريقيا وموجود في بعض الدول في اسيا. بس يعني انا شايفه انها يعني اماكن متفاوته في درجات الحراره، مع كده ان هو ما بيختارش مكانه بناء على درجه الحراره ولكن على تواجد الغابات والاشجار بشكل اكثر كثافه. بالظبط كده، وعلى حسب نوع الطائر. يعني الطائر اللي بيعيش في استراليا مختلف عن الطائر اللي بيعيش في افريقيا مختلف عن الطائر اللي بيعيش في اسيا. يعني نقار الخشب انواع كتير جدا. يعني عددها تقريبا ممكن والله انا مش متذكر العدد بالظبط، بس في اعداد كبيره جدا من طائر نقار الخشب موجوده اما في استراليا اما في افريقيا اما في اسيا، وكل واحد متكيف مع البيئه ومع الشجره اللي بيعيش عليها. هل نقدر نقول ان هناك اعداء بنخشاهم على نقار الخشب؟ العدو الاول زي ما بنقول كل حلقه هو الانسان. بس طائر نقار الخشب بتبقى اعشاشه بعيده مرتفعه جدا في الشجره، عشان كده بيختاروا اشجار بتكون عاليه قوي، فبالتالي ما بيبقوش ليه اعداء طبيعيين بشكل كبير جدا ممكن تهدده يعني. بس تهديده الاساسي هو في الانسان وقطع الغابات. كل الحلقات اللي اتكلمنا فيها عن الحيوانات كان هناك دروس مستفاده يستفيد منها الانسان، اولا اذا راقب الحيوانات واذا تعرف على هذه المعلومات وادرك الحكمه من وراء خلقها من الخالق، وكيف وضع فيها الله سبحانه وتعالى هذه القدرات على الرغم من صغر حجمها مقارنة بحيوانات أخرى حجمها يكون كبير جدا. النهاردة وإحنا بنتعرف على نقار الخشب، هذا الطائر الصغير في الحجم وقدرته الهائلة على أنه يعمل هذا العدد من النقرات، وإزاي هو مفيد للبيئة ومفيد للشجر ومفيد للإنسان من خلال مجرد نقر الشجر واستخدام التكوين الخاص جدا اللي ربنا خلقه بيه علشان نقدر نحافظ على صحة الأشجار وصحة الغابات اللي للأسف الإنسان بيدمرها. أرجو أن يكون الإنسان أصبح لديه الآن يعني الدروس المستفادة اللي يستعين بها المستقبل لوقف تدمير
البيئة اللي هتدمره هو في الأساس. في ختام لقائنا بشكر الأستاذ الدكتور أحمد محمد صلاح على هذه الفقرة الرائعة كما عودنا دائما في كل حلقة. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا لك. والآن أعزائي المشاهدين ده ميعادنا مع لقطة الأسبوع. وبكده اعزائي المشاهدين نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا النهارده، اللي نرجو ان احنا نكون وفقنا في اختيارها سواء بالنسبه للفقره التسجيليه والمعلومات المثيره اللي سمعناها فيها او فقراتنا الاخرى المتنوعه. ان شاء الله الاسبوع القادم حلقه جديده. حتى ذلك الحين لكم سلام الله ورحمته وبركاته.